ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو من الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده فضلنا نبعد عن كوكب الارض والمجرات لحد ما وصلنا لحدود الكون المرئي، وقلت في الاخر اني هعمل العكس في فيديو النهارده، او بمعنى تاني بدل ما نبعد لا احنا نقعد نقرب لحد ما نوصل اللي احنا متكونين من ايه اصلا. وفي الحقيقه اي حاجه في الكون بتتكون من جزيئات صغيره جدا، وطبعا جزيئات كتيره جنب بعض يعملوا مجموعات اكبر واكثر تعقيدا، شويه مجموعات من دول مع بعض يعملوا وحده بناء اكبر ومعقده اكتر، وهكذا بقى لحد ما نوصل للشكل النهائي لاي حاجه في الكون. المهم الحاجة بقى اللي انا اخترت اعمل عليها زوم ان هو البني ادم، عشان هو معقد تركيبيا ونفسيا برضه. وبكملوا الفيديو للاخر عشان هقول حاجة مهمة جدا عن الفيديو الجاي ان شاء الله. اهلا بكم في قناة ميني ان 1، والنهاردة هتكلم عن احنا متكونين من ايه. ايه الحاجة اللي بتغطي جسم الانسان؟ طبعا الجلد. هنلاقي بقى ان الجلد بيتكون من 3 طبقات. اول طبقه هي طبقه الابيديرمس اللي هي البشره، تحتها طبقه الديرمس اللي هي طبقه الادمه، واخر طبقه هي طبقه الهيبوديرمس اللي اسمها طبقه تحت الجلد. كل طبقه من دول بتبقى عباره عن انسجه او تيشوز. وفي جسم الانسان 4 انواع من الانسجه، فيه كونكتيف تيشوز، وفيه الابيثيليال تيشوز، والماسل تيشوز، والنيرفس تيشوز. الجلد بقى عباره عن ابيثيليال تيشو او نسيج ظهري. كل نسيج بقى منهم بيتكون من مجموعه كبيره من الخلايا او السيلز اللي ليها كلها نفس التركيب للنوع النسيج الواحد، وبيفصل بين الخلايا دي حاجه اسمها اكسترا سيلولار ماتريكس. ندخل بقى جوه الخليه، هنلاقيها بتتكون من كذا حاجة زي السيل ميمبرين أو الغشاء الخلية اللي هي الحيطة اللي بتحوط الخلية وبتحافظ على المكونات اللي جواها، والوسط اللي جوه الخلية ده هو عبارة عن مادة مائعة اسمها سيتوبلازم، ودي حرفيا اللي بيعوم جواها كل مكونات الخلية زي الميتوكوندريا والرايبوسومز ومكونات تانية كتير، وكل واحدة ليها أهميتها ودور بيلعبوا في الخلية. نيجي بقى لأهم مكون فيهم وهي النيوكليوس أو النواة، ودي اللي بتنظم وبتتحكم في أنشطة الخلية. وبتتكون النواة دي من حاجات كتير، بس اهم حاجة انها بتشيل الجينوم، والجينوم دوت هو شفرة الانسان، بمعنى تاني ده اللي فيه كل صفات البني ادم، وبتتكون من 23 زوج من الكروموسومات او الكروموسومز، والكروموسوم هو اللي بيحدد كل صفات الانسان زي طبيعة جسمه، لون بشرته، الشعر، العينين، وخصائص الجسم، وطبعا بتحدد نوع الانسان اذا كان ذكر او انثى. المهم كل كروموسوم من دول هو بقى عبارة عن شريط من حاجة اسمها ديوكسي رايبونيكليك اسيد اللي هي معروفة لنا كلنا باسم الدي ان ايه، واللي هي عبارة عن خيطين مرتبطين بيلفوا حوالين بعض شبه السلم الملتوي كده، وبتتكون من مركبات عضوية اسمها النيوكليوتايدز. والنيوكليوتايدز ديت عبارة عن 4 انواع: ادينين وثايمين وجيونين والسيتوزين. كل مركب من دول عبارة عن جزيئات كيميائية ومركبات. تتكون بقى المركبات دي من عناصر كيميائية اللي هي بقى حاجات احنا عارفينها في الجدول الدوري زي الكربون والهيدروجين والنيتروجين فوسفور واكسجين، وكل واحدة من دول ليها اسم تاني غير العناصر وهو الذرة. وكل ذرة من دول بقى بتتكون من الالكترونات بعدد معين بتلف حوالين النواة. النواة بقى جواها بروتونات ونيوترونات بعدد معينة برضه. ومن اللحظة دي بدأنا ندخل في عالم تاني غير اللي بنحكي عليه من اول الفيديو، وهو عالم الكم. ده الصراحة موضوع كبير جدا كان دايما بيصير فضولي شخصيا عشان مش بيطبق قوانين الفيزياء اللي احنا كلنا عارفينها. المهم العلماء بقى كانوا فاكرين خلاص كده وصلنا لاصغر حاجه في الكون او وحده بناء اي حاجه في الدنيا بس، وخلاص كده خلصنا، لحد بقى ما العلماء عملوا جهاز اسمه مسرع الجزيئات. الجهاز دوت بيجيب الذرات ويحركها بسرعات عاليه جدا ويخبطهم في بعض فتتفكك الذرات ديت لمكوناتها الاوليه. لما بقى العلماء باستخدام الجهاز دوت جابوا الكترونات وبروتونات وخبطوها في بعض، لقوا ان البروتون اتفكك ل3 جسيمات اصغر وهما الكواركات. وانا الصراحه انا بعمل الفيديو دوت كنت فاكر ان خلاص مفيش حاجه تانية غير الكواركات وانواعها ال6 وبس كده، خلاص لقينا اصغر حاجه في الكون وخلاص كده قفلنا اللعبه. بس اتضح ان الموضوع اكبر من كده بكتير جدا، وعشان احنا كده رسميا خلاص دخلنا في الكوانتم وورلد وهنتعرف على حاجه اسمها ستاندرد موديل. وانا الصراحه متحمس ان اتعلم الستاندرد موديل دوت واتكلم عنه في الفيديو الجاي، فستي توند. بس كده دي نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه قولوا لي رايكم في الكام كلمه انجليزي اللي قلتهم. تمام بس كده، يلا باي باي.